مرحبا بكم في خيامتي. اليوم جيتكم بوصفة الكبدة بالثوم والمعدنوس اللي راح نحضرها بالطريقة التقليدية تاع زمان. ما عليكم غير ديروا حفظ للوصفة وتبقاو لآخر الفيديو باش تشوفوا كيفاش حضرتها. عندي في طويجن صغير حطيت شوية من الزيت الزيتون، تقدروا تستعملوا الزيت العادية اللي راح نقلي فيها طريفات من الكبدة اللي كنت دردرت عليهم شوية من الفارينة. هاد الفارينة راح تعقد لي لاصوص تاعي. حطيت شوية من الملح وشوية من الفلفل الكحل، هذا ما كان. نغطي ونخلي الكبدة تاعي تطيب في غرضها. كي قريب يدخلها الطياب زدت عليها 4 فصوص من الثوم اللي يكون مقطع هكذا رقيق، وزدت حوالي فنجان صغيور من الماء جهد ما طيب هذيك الثوم وباش ما تتحرقليش. بعدها زدت عليها نصف ربطة من المعدنوس ومغرفة من الخل، نخليها تتجمر واحد 2 دقايق وراهي واجدة. نقدمها ككميات فوق الطابلة تاع هذا رمضان ان شاء الله. في الاخير ما تنساوش تخليوا الكومونتير يفرحني ويشجعني وابونيو.